كل فترة إذا ما كانش كل يوم ندخلوا للمنزل أوراق عديدة: تذاكر تنقل، وصول خلاص، وصولات سحب من البنك، فاتورات، مراسلات إدارية، مطبوعات إشهارية أو بطاقات دكتور. شنو هذه؟ وكثيرا ما نتفاجأ عندما نفتح درج لحاجة ما أو حقيبة بالعدد الكبير للأوراق ونقرروا أن نرميوها، لكن في أغلب الأحيان ننساو. والكارثة الكبرى لما تحتاج ورقة لإتمام ملف ما، أو تفتش عن فاتورة لدفعها وما تلقاهاش. في الفيديو هذا باش نشارك معكم طريقتي في ترتيب وتنظيم الأوراق الإدارية في المنزل. مرحبا بكم. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبألف خير. في البداية نحب نشكر المتابعات اللي كتبوا لي تعليق في التحدي وإنهم باش يشاركوني فيه. يعيشكم على تفاعلكم. اليوم باش نبدأ بتنظيم الأوراق، كل الأوراق المتواجدة في المنزل متاعي. لمتهم فرد مكان باش يسهل عليا فرزهم وثم تنظيمهم. هذم كل الأوراق اللي عندي في المنزل، قسمتهم حسب فئات اخترتها، كل واحد يختار فئات حسب الأوراق الموجودة عنده. بعد ما فرست كل الأوراق ونحيت منها الحاجات اللي ما عادش تهمني واللي لازمني نتخلص منها، كما مثلا تذاكر قديمة، كما وصولات سحب من البنوك، كما أوراق نعمرها في مكتب البريد، أو بعض التحاليل القديمة. كل ما هي ورقة من رأيي إنها ما عادش تصلح لي أو إنها وفاة الأجال متاعها.
نظمت كل شيء وكان هكا الشكل النهائي. خبروني انتم في التعليق باش بديتوا في الاسبوع هذايا، شنو نظفتوا بالضبط، شنو فرشتوا، وباش خرجتوا، ومن شنو تخلصتوا في هالاسبوع. هكا نوصلوا لاخر فيديو، نتمنى ان نال اعجابكم. ملتقانا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في فيديو جديد. من هنا الوقت ردوا بالكم على روحكم وبسلامة.